بسم الله الرحمن الرحيم. كيكة البرتقال والكراميل حلوة قوي وطعمها حلو. وطبعا تقديمها جديد بس حلوة جدا، انا دايما بعملها. ممكن تكوني عارفاها وممكن تكون جديدة عليكي، بس هي خطيرة مع قطعة كده، مع كوباية الشاي بالبرتقال اللي فوقيها دي، الله عليها بجد. طبعا معاكي قناة سوزي كيتشن، لو اول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي وفعلي الجرس. يلا بينا نعمل الطريقة مع بعض. اول حاجه دي المقادير اللي انا عايزاها. اول حاجه طبعا عايزه 3 كوبايات دقيق، والدقيق يكون منخول كويس. كوبايه سكر، وطبعا كله معاييره بنفس الكوبايه. كوبايه زيت على سمنه، انا حاطه 3 ارباع زيت وربع سمنه. 5 بيضات، 3 برتقانات، وهقول لك هنعمل فيهم ايه. عايزه بشر برتقان، يعني بشر قشر برتقان بيديها طعم حلو قوي. طبعا كيس بيكنج باودر وكيس فانيليا، والفانيليا اللي انا مستخدماها دي بنكهة البرتقال، بحب استخدمها مع كيكة البرتقال، بتبقى حلوة قوي. دي كده مكوناتي. اول حاجة هاخد برتقانتين واعملهم عصير، هيطلع لي كوباية عصير برتقال. تاني حاجة البرتقانة دي هقطعها شرايح رفيعة زي ما انت شايفة كده، وممكن احتاج اكتر كمان حسب الصينية بتاعتي. هجيب بولة وانزل بالخمس بيضات، ومعاهم طبعا الفانيليا. بصي الفانيليا دي لونها اصفر ازاي، عشان هي بنكهة البرتقال زي ما قلتلك. وكوباية السكر، واضرب جامد لحد ما لون البيض مع السكر والفانيليا يديني اللون الابيض اللي انت شايفاه ده. تمام كده. بس ابدأ بقى بالراحة كده، اضيف بقى بقية المكونات السايلة. يعني انزل بالسمنة على الزيت، وزي ما انا قلتلك انا مستخدمه 3 ارباع زيت، وممكن اعملها بكوبايه زيت بس. على فكره ذره بتبقى حلوه قوي، لان الزيت بيخليها هشه اكتر من السمنه بس. وانزل بالدقيق، نص الدقيق، وما انساش طبعا البيكنج باودر. احط كيس البيكنج باودر وكوبايه عصير البرتقال، وممكن احط بشر البرتقال في الحاله دي. يعني انا ممكن تحطيه في الحاله دي بشر البرتقال. اضرب كويس قوي، وبعدين انزل بالنص التاني من الدقيق، وبرضو اضرب كويس جدا لحد ما القوام كله يتجانس مع بعضه ويديني القوام اللي انا عايزاه. المقادير دي مظبوطه جدا جدا. وطبعا الكيكه دي مفيده جدا لان كلها برتقان. وطبعا الناس اللي شافت البرتقان اللي بره ده بيستوي يا جماعه، وبيبقى طعمه خطير مع قطعه البرتقان. بجد كيكه حلوه ومغذيه. وانا حاطه لها كوبايه سكر واحده بس، لان انا لسه هسقيها بشربات. جبت الصينيه بتاعتي دي مقاس 30، بطنتها بزبده ودقيق. ودي بقى 3 معالق سكر على النار في قلب طاسه كده. كرملت السكر، يعني عملت كراميل 3 معالق، وبالراحه كده احرك الطاسه يمين وشمال يعمل لي احلى كراميل. بس كده. وممكن على فكره الصينيه ما تدهنيهاش زبده ولا تبطنيها بحاجه. انا حبيت ادهنها بس عشان ما تلزقش، بس انا بجربها كتير بالكراميل من غير ما ادهنها حاجه ما بتلزقش خالص. بس بقى في الحاله دي لما ما تبطنيش الصينيه بتحطي كميه كراميل كتير، وحتى الجناب كمان بتحطي فيها كراميل، ان الكراميل طبعا مع السخونيه بتسيح، فبتقلب الصينيه عادي جدا. ده البرتقال اللي انا قطعته فوق الكراميل وهرصصه كده. انتي مش متخيله طبعا طعم البرتقال مع الكراميل. القشر بيستوي بيديكي طعم خطير. تقدري بقى ترصصي. شوفي عايزه برتقانه، انا احتجت كمان نص برتقانه غير اللي انا اخدتها حسب الصينيه بتاعتك، لان صينيتي دي كانت مقاس 30. لو عجبتك الوصفه اعملي لايك بقى. شايفه شكل البرتقان حلو جدا. خلاص كده. اجيب بقى الكيكه بتاعتي وانزل على البرتقان. طبعا ما انساش ان انا اكون مسخنه الفرن على درجه حراره 180 درجه على الرف اللي في النص. بس خلاص كده. وزعتها. ادخلها بقى الفرن. لا طبعا انا نسيت احط البشر في النص، فهرشه مفيش مشكله. انا نسيت احطه في نص الكيكه وانا بعملها، مفيش مشكله خالص. ارشه. انا انا فانيليا البرتقال مديها طعم البرتقال روعه، وعصير طبعا برتقال. طبعا هي في الفرن عملت عسل، والعسل ده خفيف، كوبايتين ميه على كوبايتين سكر. وطبعا مش هحطه كله، براحتك. بس خلاص.
بالظبط اخدت تلت ساعة في الفرن، من تلت ساعة لنص ساعة الى 5 دقايق، وهي سخنة. اسقيها الشربات الخفيف اللي قلتلك عليه، زي شربات البسبوسة. اسقيها الشربات الخفيف واغطيها، اهم حاجة وهي سخنة اسقيها الشربات واغطيها كويس قوي. بس اسيبها كده متغطية مثلا يعني حوالي 5 دقايق عشان ما تلزقش مني. وابدأ طبعا اقلبها، هي لسه سخنة. ابدأ اقلبها بمنتهى السهولة، هتطلع مفيش مشكلة خالص اهي. شايفة شكلها خطير بجد، وطعمها مش عايزة اقولك. مع كوباية شاي بقى طعمها حلو قوي، وسهلة وبسيطة ومغذية، وطبعا شاربة عسل كده، وطعمها حلو قوي. يلا جربي طريقتي، واللي يجرب طريقتي وتعجبه بألف هنا وشفا ليه.